وبانتهاء الحرب كانت اعترافاتهم الآتية. يقول الصحفي الإسرائيلي حنوخ يدوتور في مقدمة مذكرات ديفيد أليعازر: في مساء ذلك اليوم، يعني 6 أكتوبر عام 73، وقع زلزال مروع وعاصفة مباغتة، وقعت حرب قاسية لا أجد عندي كلمات لأصف مدى قسوتها. دفعنا ثمنها حياة الكثيرين من أبناء هذا الوطن إسرائيل، وتركت في جسد هذه الأمة جرحا غائرا لن يندمل بمرور الأيام. يقول اللواء شلومو يناي رئيس شعبة التخطيط في الأركان العامة لصحيفة يدعوت أحرنوت في عددها الصادر في 7 سبتمبر عام 99: لقد شاركت في أشهر هجوم مضاد، كنت وقتها ضابطا صغيرا في تشكيل إبراهام آدان. كان هذا الهجوم على كوبري الفردان، حيث تلقينا صاروخا فلفحتني موجة من الحرارة الشديدة، واخترق الصاروخ جميع الأجهزة التي وجدت على برج الدبابة. لقد علموني في مدرسة المدرعات أنه إذا ما تحركت الدبابات فإن جنود المشاة للعدو سيفرون في كافة الاتجاهات من الصدمة. لكن الذي حدث لنا كان صدمة في حرب أكتوبر، فقد وقف في مواجهة سلاح المشاة المصري بأسلحة الRPG، وكان هذا درسا جديدا لن أنساه. يقول لازوهار مذيع برنامج بعنوان الواحة الصينية في التلفزيون الإسرائيلي في 8 سبتمبر عام 99: إنه في ليلة 16 و17 من أكتوبر تم دفع الكتيبة 890 مظلات بقيادة إسحاق مردخاي لتمشيط المحاور في الواحة الصينية، ولم تعلم أن كتيبة استطلاع أخرى تم عرقلتها في نفس المكان في اليوم السابق، حيث تكبدت خسائر فادحة، ولهذا انتظرها المصريون وأطلقوا عليها وابلا من النيران من مدى قصير أسفرت عن 14 قتيلا وعشرات المصابين، وذلك خلال أول ربع ساعة في الاشتباك، الأمر الذي حول الهجوم الإسرائيلي لعملية إنقاذ للمصابين. يقول الجنرال ديفيد أليعازر في مذكراته: سأكشف عن حقيقة أعتقد أنها أصبحت معروفة لدى كل الإسرائيليين، أعني بها القبور الجماعية التي كنا نضع فيها جثث جنودنا الأتية من الجبهة على صورة أكوام من اللحم والعظام المهشمة تحملها العربات، حيث يتم دفنها ليلا في مقابر تم حفرها في أماكن بعيدة في الصحراء وبدون أي طقوس دينية، بهدف إخفاء حجم خسائرنا البشرية عن الشعب الإسرائيلي. إننا لو لم تصل إلينا الأسلحة الأمريكية حتى يوم 12 من أكتوبر، فقد كان المعنى الوحيد لهذا أن الكارثة الكبرى قد وقعت، وأن نهايتنا قد أصبحت وشيكة، لأننا كنا قد خسرنا تماما المخزون الاستراتيجي من السلاح، وكان ذلك معناه أن باستطاعة مصر بعد ذلك الوصول إلى أبعد مما يمكن أن يتصور داخل إسرائيل. نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.